السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض دبابيس الفراخ. هي دي دبابيس صغيره شويه، هنغسلها كويس جدا بالملح والدقيق وهنتبلها. اول حاجه هنفتحها فتحه صغيره كده عشان تشرب التتبيله. طبعا معانا بصل والتوابل بتاعتنا العاديه والملح وبابريكا وزبادي، وهنا صلصة طماطم وعسل اسود. هنبدأ في التتبيلة. هنفرم البصل ناعم وهننزله على دبابيس الفراخ. هنقلبها كويس. احط 3 معالق كبار زبادي، وهنحط معلقتين كبار من البابريكا المدخن، وهنحط معلقتين كبار من العسل الاسود، والعسل ده بيديها طعم حلو جدا ولذيذ. وهنحط التوابل بتاعتنا، عبارة عن ملح وكمون وكزبرة وكركم وتوابل فراخ، وهنعصر ليمونة، نحط الصلصة دي انا عاملاها في البيت، وما شاء الله من اول رمضان، يمكن من قبل رمضان باسبوعين وانا حافظاها في التلاجة لحد ما رمضان خلص باسبوعين. يعني قاعدة شهرين في التلاجة ولا حصل لها اي حاجة. ابقى تشوفوا طريقة صلصة الطماطم. بعد ما عملنا التتبيلة بتاعتنا هنقلبها في الدبابيس كويس جدا، وهنغطيها ونحطها في التلاجة اقل حاجة ساعة. بعد كده هنخرجها وهنحط طاسة على النار فيها، وهننزل فيها نحط فيها سمنة وزيت، وننزل فيها الدبابيس بالتتبيلة بتاعتها. وبعد ما استوت عملنا جنبيها رز بسمتي، وبألف هنا. ويا رب تكون الطريقة عجبتكم. متنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة، وتستنوني في أكلات تانية. السلام.